صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بيه يا ست الكل هعمل لك مخبوزات المدارس المحشيه، او نقدر نقول سندوتش دمتي، او نقدر نقول مخبوزات الشركات المغلفه سواء باتيه بقى مغلف. سندوتش دمتي لان في واحده عزيزه يعني طلبته مني وقالت لي عايزاه ضروري علشان طبعا اللانش بوكس والكلام ده. يلا بينا، بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم مشاهدينا المحترمين، لايك وشير وسبسكرايب وصلة مميزة. اتمنى يا جماعة تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائدة للجميع، واتمنى تنوروني على صفحتي الجديدة على الفيسبوك، وهسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت، وهسيبه لكم برضه في صندوق الوصف. اتمنى تنوروني هناك علشان الصفحة تكبر بيكم ان شاء الله. يلا بينا. يلا بينا على المقادير السهلة البسيطة اللي هتقومي تعمليها حالا علشان ولادك ينبسطوا بيها جدا. مبدئيا كده انا هبدأ في الاول بكوباية الا ربع من المية، بس بعد كده ضفت حوالي ربع مية تاني ومعلقتين كبار على حسب بقى ايه نوع الدقيق. حابة تعملي بحليب مفيش مشكلة خالص يا ست الكل. معايا ربع معلقة كمان من الملح، ومعايا معلقتين كبار من السكر. لحد كده اهو متفقين، مفيش اي تعقيدات خالص. معايا معلقة صغيرة من الخميرة، وهبدأ اقلب الكلام ده كله مع بعض. هانزل بإيه حبة من البيض. في بعض الناس يا جماعة مش بتحب البيض في المعجنات أو عندها حساسية من البيض، ممكن تستبعدي البيض عادي وتستبدليه بربع كوباية من الحليب أو المية، مفيش مشكلة خالص. أنا حبيت إن أنا أحط البيضة دي علشان تدي المخبوزات بتاعتي غناوة، علشان طبعا الولاد هياكلوها أكنها طبعا فيها غذاء كامل. حبيت إن أنا أحط البيضة عشان كده. وهننزل بمعلقتين كبار من الحليب، برضو ممكن تستغني عنهم، بس برضو انا حابه ان انا ادام هعمله للاولاد يبقى فيه غنى كامل. ممكن لو انت عندك حليب صابح يعني فريش ممكن تحطي حليب وتستبعدي اللبن البودره ده خالص، وممكن برضو تستبعديه وتستعجني بميه من غيره خالص. ومعايا المحسن الطبيعي اللي بحطه في كل المعجنات، معلقه كبيره من عصير الليمون، هننزل عليها بمعلقه صغيره من البيكنج باودر ويحصل فوران كده وتبداي تنزليها. وهنزل بنص كيلو من الدقيق، ومعاها معلقة كبيرة من الزبدة، ولو مش عندك زبدة هتستبدليها بمعلقتين أو 3 من الزيت. متفقين متفقين. وهبدأ أعجن 5 دقايق. بعد ما أعجن العجين كده هريحه حوالي 10 دقايق، وبعد ما أريحه 10 دقايق هنزل بمعلقتين كبار برضو من الزيت، وهعجنه 5 دقايق، وبعد ما أعجنه هسيبه ربع ساعة يرتاح. انا بقى بقولك يا ست الكل، لو وصلت المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتيلي اي كومنت كده يخطر على بالك، يعني ورده جميله زيك او وجه مبتسم. والله يسعدني كتير كتير، وحابه اشكركم والله كتير قوي قوي كده من الارض لحد السما على الكومنتات والدعوات الحلوه اللي فعلا والله بتفرحني كتير. ربنا يا رب دمكم نعمه في حياتي اجمل اخوات في الدنيا. ونرجع للفيديو بتاعنا. بعد ما عجنت العجينة المرة التانية هبدأ دلوقتي هريحها حوالي نص ساعة. طبعا هسيبها تتخمر نص ساعة، وبعد كده ببدأ أرددها بعد ما اتخمرت كده، هبط الخمر منها وهبدأ أقطعها. طيب أنا هقطع العجينة دي كام قطعة؟ أنا هقطعها 12 قطعة، يعني النص كيلو عمل لي 12 واحدة من الباتيه أو سندوتش دومتي اللي احنا قلنا عليه. زي ما انت شايفة كده ببدأ أقطعها، وهغطي طبعا العجينة علشان ما تعملش قشرة معايا. حابة تحشي بقى الحشوات اللي انت حباها كلها، جبنة اسطنبولي ماشي، جبنة رومي، مزيج من الجبن مع بعض، ممكن تحشي نوتيلا، تحشي صوص بيستاشيو، فراولة، اللي انت حباه. انا قلت لك الفكرة والعجينة وكل حاجة، وبقول لك برضه ممكن تستبعدي ايه وممكن تحطي ايه. بس لازم تشوفي الفيديو من البداية للنهاية، علشان طبعا بقول لكم دايما الوصفة مش مجرد مقادير يا ست الكل، الوصفة بنقول تكات وتفاصيل جوه الفيديو، وهي دي بمشيئة الله اللي بتنجح الوصفة معاكي. زي ما انت شايفة كده هبدأ اكورهم كلهم، وجنبي صينية مدهونة دهنة من الزيت وهبدأ احطهم فيها. بعد ما بكورهم كده اسيبهم بس يرتاحوا 10 دقايق علشان تنفرد معايا بمنتهى السهولة. هتشيلي ودنك بقى يا ست الكل في الخطوة دي، علشان الخطوة دي مهمة جدا عشان الحشوة ما تطلعش من العجينة. حابة بقى تكتري الحشوة مفيش مشكلة. انا معايا جبنة اسطنبولي على جبنة موتزاريلا، انا قلتلك الحشوة اللي انت حابة احشيه. اهم حاجة تشوفين انا بعمل ازاي العجينة، بسيب لها براح علشان الجبنة لما تسيح ما تطلعش من العجينة، وبقفل كمان من الجناب. شوفي الحتة دي مرة واتنين قبل ما تعملي الفيديو يا ست الكل، علشان الحشوة لو كتير ما تطلعش من العجينة، على حسب انتي بتحبي الحشوة كتير او عويل. انا بصراحة مش بحب اكتر الحشوة ابدا في اي المعجنات علشان ما تصدش، سواء بقى نوتيلا او جبن، مش بحب اكترها.
بديها تبطيطة بسيطة كده، وعملت طول المخبوزات بتاعتي 14 سنتي. شايفين اهو، بديها تبطيطة بسيطة كده، مش زي الفينو احنا بنسيبه كامل، لكن دي بديها تبطيطة بسيطة كده. في الوقت ده جنبي صينية مدهونة دهنة من الزيت، وابدأ احط المخبوزات بتاعتي فيها. طبعا انا هعمل نوتيلا برضو معاكم، وبدي لازم يعني وانتي بتحطي الحشوة ما تروحيش بقى تحطي العجينة وانتي بتطويها الطوية اللي انا هقولك عليها اللي انت شايفاها دلوقتي، اديها براح واسع علشان لما تسيح ما تطلعش من العجينة. واهم حاجة تقفلي كويس قوي من الجناب، وتقفلي بحواليها زي ما انا بشاور لك كده. طيب، نيجي لخبيز المخبوزات بتاعتنا. بتتخبز على درجة حرارة كام؟ بتتخبز على درجة حرارة عالية يا ست الكل، علشان ما تبقاش ناشفة معاكي. يعني درجة حرارة حوالي 200، يعني مش 250 ولا حاجة، 200، يعني فوق المتوسط بشوية. هتسخني الفرن قبلها ب10 دقايق، وبعد ال10 دقايق هتدخلي الصاج في الرف اللي في الوسط. أول 5 دقايق ما تفتحيش خالص الفرن عليها. بعد ال5 دقايق كل 3 دقايق حركي الصاج كده علشان يديكي لون موحد. بتقعد في الفرن 10 دقايق. دي نوتيلا يا جماعة. حابة تحشي بشوكولاتة عادي مفيش مشكلة، أنا مش بكتر الحشو، حابة تكتري مفيش مشكلة، بس ما تكتريش بزيادة قوي علشان طبعا ما تطلعش من العجينة. وأهم حاجة تقفلي كويس وتديها براح في التقفيل. في الوقت ده طبعا أنا قلتلك أول ما الصاج يطلع من الفرن هياخد عليها معاكي في الفرن 10 دقايق. ما تسيبوهوش في الفرن كتير علشان طبعا ما ينشفش معاكي. اول ما الصاج يطلع من الفرن هتجيبي فطين 2 وتغطيه، وتحطي فيه الفطين كيس بلاستيك، وتسيبيه متغطي حوالي 10 دقايق علشان يرد من حرارة الفرن. بعدها على طول يا ست الكل، مفيش ربع ساعة والمخبوزات بتاعتك دافية. هات عندك استريتش راب، غلفي كل واحدة باستريتش راب لو انت حابة مثلا تديها لأولادك، حابة تحطيه في كيس كبير محكم الغلق في الفريزر. وبعد كده عند ما تيجي تديها لأولادك رايحين المدرسة، هتطلعيها يعني عقبال ما يجي ياكلوها تكون فكت وأكنها لسه مخبوزة بالظبط. طبعًا واحدة طلبته منّي والله يعني أنا عملته بكل سرعة لإن هي عمّالة تقول لي: "هينزل إمتى، هينزل إمتى؟" بس بصراحة عملته لها بسرعة، وأنا يعني على طول يعني النهارده باحاول أنزّله بسرعة وعشان خاطرها بس، وعشان خاطركم طبعًا، علشان اللي عنده أولاد في المدارس. بعد ما اتخمّر بعد ما شكّلته هاسيبه حوالي ساعة يتخمّر، بعد ما اتخمّر دخّلته الفرن زي ما أنتِ شايفة كده. شايفين الجمال؟ بصراحة تحفة وخفيف جدًا، وتحسي إن هو مفرّغ من جوّه وهشاشة وخُفية، وطعمه جميل جدًا. الحشوة دي بتاعتِك أنتِ زي ما أنتِ حابة يا ست الكل احشي. شايفين مفرّغ من جوّه إزاي؟ أنا قُلت لكم أنا مش باحب أحط حشوات كتير، لو أنتِ حابة ما فيش مشكلة حطي. وطبعًا أنا قُلت لكم بدايل تعملي إيه لو ما عندكيش إيه. وأسيبكم في رعاية الله وأمانه، انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.